مين حنين سعيد؟ انا عصبيه وهاديه جدا، حاجة متناقضة جدا، مسامحه كل الناس، مش زعلانه من حد. بس في ناس بالنسبة لها الوحدة مخيفة. كنت متربيه في بيت كل ما يشوفوني يقولوا لي انا قد ايه جميله وقد ايه حلوه، يعني هيتعيش يوم ما تعيش 70 سنه 100 سنه، ما هيجي وقت وهتمشي، فلما تمشي يبقى دايما الناس فاكراك. ايه الفرق بين النوبة والقاهرة؟ اتجوزوا ليه ان شاء الله لو بيجيب لي حته من السما. العتاب هو جزء من المحبة. كده كده هو جزء من المحبه، بس مش كتر العتاب. يعني ايه صحاب اصلا؟ بس ساعتها حسيت ان انا موقف وحش قوي. ده حقيقي. حنين سعيد، ايه الاخبار؟ الحمد لله تمام كله تمام. زي الفل. في سؤال بسأله لأي حد بيجي هنا، اوكي. مين حنين سعيد؟ اوكي، حنين هي حد، مش عايزه ابان مثاليه، بس هي حد متسامح قوي، حنين لدرجه كبيره، متردد في في اوقات كتير قوي، ساعات ما بتبقاش عارفه هي عايزه ايه بالظبط، بس وانس ان هي بتبقى عارفه خلاص ما فيش حاجه بتغير رايها. ممكن تكون حاجه غريبه بس انا عصبيه وهاديه جدا، دي حاجه حاجة متناقضة جدا. جدا. انا هاديه جدا، ممكن يوصل بيا الموضوع ان انا ابقى اعلى درجات الهدوء، وموقف مثلا صغير جدا يعصبني، فانا الهادي والعصبي في نفس الوقت، انطوائيه واجتماعيه في نفس الوقت. انطوائيه مع الناس اللي بقى لسه بشوفهم لاول مره، مع لسه بتعامل معاهم، واجتماعيه جدا بقى مع صحابي لدرجه كبيره بقى، مش بيعرفوا يوقفوني حتى، ساعات بيبقوا عايزين يبطل كلام، بس اللي هو لا لا، انا كده. في اللوكيشن بتبقي في اللوكيشن ببقى حد هادي، لغايه لما مثلا ابدا اتعرف على الناس وابقى كده، وانا شخص مثلا في اللوكيشن مش بفرض نفسي على الناس. بقيت عامله مثلا اصحاب معينين في اللوكيشن وزمايلي كلهم كويسين مع بعض، نهزر ونضحك وبتاع، بس مثلا بحس ان هو خلاص وقت الشغل شغل، يعني اكيد مش وقت الشغل هبقى عايزه اهزر. مش هعمل صحاب، او يعني انت مش رايحة الشغل مثلا عشان تعملي صحاب؟ لا ليه، ما نروح الشغل ونعمل صحاب كويسين وناس نعرفها، حتى لما نتقابل بعد كده قدام، حتى لو مش في شغل، حتى لما اقابلك مثلا في الشارع في كده، ما اسلم عليك واتعرف عليك لا لا عادي نروح، بس احنا مش رايحين نعمل صحاب، احنا رايحين نشتغل، وفي وسط الشغل بنعمل في تركيز ناس اكتر في كويسة. الشغل. طبعا لازم نسبة التركيز تبقى اكبر بكتير في الشغل، فاحنا بنروح نشتغل وفي وسط الشغل بنبقى كويسين مع الناس، علاقتنا كويسة، بنعمل اصحاب. ليه لا، في ناس في الميديا عملوا اصحاب كتير حقيقيين. بس حاسة ان انت في الفترة بتاعت الشغل تبقي مركزة اكتر ان انا عايزة اطلع في الشغل كل اللي عندي كتمثيل، اكتر من ان انا اروح اعمل علاقات او اركز في ده اكتر. طبيعي لان انا عايزه امثل، فالطبيعي ان انا هبقى بروح مش عايزه اشتغل، بس وانا بشتغل اكيد هتبقى علاقتي كويسه مع الناس، اكيد هو بقى. علاقة كويسة بس مش علاقة ان احنا نبقى صحاب او ليه ما ممكن اقابل حد ويبقى صاحبي، يعني ممكن اقابل اشخاص ونعمل ادوار مع بعض يبقوا صحابي، وده حصل فعلا في اعمال انا عملتها قبل كده، وناس كانت معايا بتمثل لغايه دلوقتي احنا صحاب كويسين جدا مع بعض، نسال على بعض، ولو بننزل مع بعض، لا عادي. بس التركيز زي بالظبط انا مثلا لو رايح اشتغل في بنك، اما طبيعي اللي هيبقى رايح البنك ده يبقى رايح يعمل صحاب في البنك، لا هو رايح يشتغل، بس بحكم ان هو بيشوف الناس دي كل يوم، بيقعد معاهم عدد ساعات كبير، بياكلوا مع بعض، بيحصل مواقف بتضحك ما بينهم، اكيد علاقتهم مع بعض بتبقى كويسه وبيبقوا صحاب. ومش شرط صحاب اللي هو بقى الصحاب بيستيز وبتاع، لا ممكن صحاب عمل. يعني ايه صحاب اصلا؟ لا الصاحب ده كلمة كبيرة قوي، يعني أنا بحس الصاحب ده إن أنا شخص أقدر أتسند عليه، شخص
بيقدرني في مواقف كتير، بيستحملني، شخص متسامح جدا، شخص لو انا جيت في فتره مثلا مش عارفه ابقى معاه، مش عارفه اكلمه كل يوم، يبقى مقدر ده. وانا بحب العلاقات في الاصحاب، العلاقات المريحه، العلاقات ان انا ممكن ابقى ما بكلمكش يوم واتنين وشهر وشهرين، تبقى مقدر ده. ومش بس مقدر ده، ان انت لما نيجي نرجع نتكلم، لا انت بتتعامل معايا كاني كنت معاك امبارح. دي اكتر حاجه بحبها في الصحاب، هو دي كونسبت الصحاب، ان احنا كل واحد مقدر ان التاني عنده حياه، عنده حياه باهله بدنيته. بس دي يعني مش بحس الصحاب اللي هو انا معاك 24 ساعه في في ناس ساعات بتتضايق جدا، يعني في صحاب تلاقيهم بيتضايقوا قوي ده مثلا حقيقي. انت مش بتسأل عليا، او رغم ان انت مثلا ممكن تكوني مشغوله او الحياه سحلاكي، بتلاقي مثلا حد من صحابك لا انت مش بتسأل، لا انت مش مهتم مثلا بوجودي في حياتك او. بس انا بقدر ده برضه، يعني بقدر الشخص ده برضه، لان انت ما تعرفش الشخص التاني ده مثلا انت معزتك في قلبه قد ايه، وهو بياخد الامور ازاي ويحكمها ازاي. فطبعا انا مثلا حتى لو عندي اصدقاء بيقولوا انت ما بتساليش عليا وبتاع، بقدر جدا فعلا وبعتذر، انا فعلا الفتره دي ما كنتش معاكوا، او ما كنتش بتكلم، او ما كنتش بنتقابل او على تواصل. بقدر جدا ان في حد، ما دام انت خلاص حسيت حاجه او حاجه ضايقتك 100% انا معاك ان انا اقول تعالى نشوف ليه اتضايقت من ايه. مش خالص ان انا اتقمص او اللي هو ايه ده انت في ايه، طب ما كنت سالت انت، لا لا خالص. لا عادي جدا اجي واقدر تمام، انا عارفه ان انا كنت مقصره في الفتره دي، هحاول ان انا على قد ما اقدر ان انا بعد كده اسال قدام مثلا الشخص ده يبقى فاهم دماغك بتفكر ازاي، وان مثلا انت لما ما تسالش عليه ده مش معناته انت ما بتحبوش او رميه، لا بالعكس، يبقى عارف وفاهم ان لا هو كده، دي شخصيته ودي كده. وفي على فكره في اشخاص يعني في اصدقاء، نوع من الاصدقاء بيحبوا يبقوا مع بعض 24 ساعه. دي يعني دي اللوف لانجوج بتاعتهم، ان انا ابقى معاك 24 ساعه في ال 24 ساعه، اروح معاك كل حته، لو غبت يوم اسال واتصل وبتاع. هم بيحسوا كده ان هم كده في تواصل اكتر. في تواصل اكتر، وكده مقدرين الصحوبيه اكتر. في النوع ده وفي النوع ده، في اللي بيستريح بالطريقه دي وفي اللي بيستريح بالطريقه دي، فاحنا مختلفين. فالاختلاف ده هو اللي بيخلينا قادرين نكمل مع بعض في الحياه. بس تافه من ايه؟ لا، مش عايزه اقول انا ما بخافش من حاجه، بس يعني ايه الكابوس اللي تخافي انك تصحي عليه؟ حاجه بتخافي منها او تخافي انها تحصل. ممكن ان انا افقد حد من اسرتي، يعني دي اكيد اكتر حاجه اي انسان بيخاف منها، ان هو لان انا بحس ان العائله هي اهم حاجه، العيله اهم حاجه في الحياه، والحمد لله في عيله سويه نفسيا جدا الحمد لله. فلو حد حصل له اي حاجه، ده بالنسبه لي اكتر حاجه كابوس يعني. شايفه ان هم معاكي في حوار التمثيل؟ اه جدا، ده انا اهلي هم اول ناس شجعوني على الحاجه دي. انا اهلي شايفين ان الانسان لازم يبقى ليه هدف في الحياه، ويكون الهدف ده حتى لو بسيط جدا ومحدش مؤمن بيه غيرك، لا يلا، ما دام ليك هدف يبقى انت بني ادم، يبقى انت عايش، يبقى انت بتعمل حاجه. ف... فلا انا اهلي كانوا مشجعيني جدا، وبابايا ومامتي وقرايبي اصلا حتى اللي هم من بعيد كانوا مشجعيني جدا، وايوه ودي حاجه كويسه وده فن، ودي حاجه بتدي حاجه قدام للمجتمع. فاهلي طبعا، انا مامتي اول واحده فرحت جدا، روحي روحي لو انت. وانا حتى ايام انا كنت في جامعه وبعدين سحبت ورقي من الجامعه، هي قالت لي لا روحي واسحبي ورقك لو انت حاسه ان انت بتعملي حاجه انت مش. ثانيه واحده، يعني انت كنت في جامعه ايه الاول؟ كنت في جامعه القاهره، كليه. دار علوم. ايه النقله بقى؟ يعني النقله دي اكيد في حاجه حصلت. لا انا كنت في جامعه في دار علوم عادي، بس كنت في مسرح الجامعه، ففضلت في مسرح الجامعه حبه، وبعدين حسيت ان انا عايزه اكمل في السكه دي، فروحت اتكلمت مع اهلي. طبعا هم في الاول كانوا بقى اللي هو ايه بالنقاش بالمنطق، اللي هو طب انت شايفه ان ده مثلا مناسب ليكي دلوقتي اكتر، ولا انت حابه مثلا تكملي وبعدين تخشي المعهد او تعملي. فانا كنت اللي هو لا انا عايزه اجرب، ولان الامتحانات في المعهد مختلفه شويه، فعادي يا ماما انا ورقي هيفضل في الجامعه لغايه لما انجح في المعهد، وانس ان انا نجحت في المعهد هسحب ورقي وابقى في المعهد. فهي قالت لي اعملي كده، وفعلا ونجحت
وبتخرج في سنه رابعه. فلا لا، اهلي كانوا مبسوطين جدا، وبابايا حبيب قلبي كان عايزني اعمل ده قوي. هو اصلا بابا اي حاجه انا بعملها بيبقى مشجعني فيها. يعني لما كنت بلعب كونغ فو كان بيشجعني جدا، ويلا روحي اعملي ده. ولازم الانسان ان هم عندهم كونسبت ان هو لازم الانسان يبقى بيعمل حاجه في الحياه، ما ينفعش ابقى باكل وبشرب وبنام. ايه الحاجة اللي شايفاها في باباكي تتمني ان هي تكون في شريك حياتك؟ اوكي، بابايا هادي قوي يعني، وانا بحس ان انا شخص عصبي، فنفسي يعني الشريك حياتي ده يبقى هادي كده وياخد الامور ببساطه، وان الحياه هاديه، وان مفيش حاجه تزعل. ما تزعلوش نفسكم خالص، ده بابا لا، ما تزعلوش نفسكم، مفيش حاجه في الحياه تستاهل انتوا تزعلوا نفسكم. فانا نفسي قوي شريك حياتي يبقى هادي كده، لان انا برضو ساعات بتعصب، فببقى عايزه حد يهديني. انت عايز تعصبي عليه وهو يكون لا مش هادي؟ لا ابدا، ما اقدرش. لا، الشخص ده ليه احترامه الكامل في حياتي، يعني لما هو لو موجود ليه احترامه الكامل في حياتي. لكن الصفه فيه تبقى يبقى هادي. بابايا هادي قوي وبياخد الامور ببساطه، وفعلا بنلاقي بعدها ان هو الدنيا كلها تمام وبسيطه ومش معقده خالص يعني. بس ماشية بوجود. اه والله ده هو البركه بتاعتنا كلها. خطوة التمثيل جت ازاي؟ لان انتي قلتي من شوية انا سبت كلية دار علوم ورحت المعهد. بدأتي تمثيل ازاي؟ انا اول مسلسل كان ليه لا، ولا كان قبله كان فيه؟ لا اول حاجه خالص كان مين قال. اوكي، انا كنت في مسرح الجامعه، فالسكه جت من ان انا بمثل في مسرح الجامعه من 2017 حاجة 2018، وقعدت فيه 3 سنين، فعايزه اخد خطوات تانية، فدخلت المعهد، فالحمد لله ربنا كرمني في ده. فاول سنه ما اشتغلتش في حاجه، كنت بعمل بقى اعلانات حاجات كده. بعدين جالي اوديشن مسلسل مين قال، رحت وعملت الاوديشن واتقابلت من استاذه نادين. ده كان اول حاجه عملتها، دي كانت اول حاجه، كان دور صغنون خالص، بس كان بالنسبه لي ساعتها بقى اللي هو، حاجة كبيرة قوي. وفعلا لغايه دلوقتي بحس ان الدور ده بحبه جدا. ولان انا بحس ان في ادوار كده بتيجي بعدها ربنا بيسهل لك امورك في كل حاجه. فكنت حاسه ان الدور ده انا حبيته جدا، وحبيت جدا الشغل مع استاذه نادين. هي حد سلس جدا، وحد هادي جدا، وحد ما تخافش ان انت تروح تساله في حاجه او تروح تتكلم معاه في حاجه. فكنت مبسوطه جدا في الشغل معاها. بعدها بقى جالي مسلسل وسط البلد، ده كان اول سوب اوبرا مصريه، فخدت دور بقى كان دور كبير قوي وقتها. بس وبعدها بقى عملت ليه لا، واخر حاجه كان مسلسل المعلم. المعلم. ده كان اخر حاجه. بس فجت كده يعني. لو في كلام هيعبر عن اللي جواكي او الفترة الحالية اللي انتي بتعيشيها، هيكون ايه؟ دلوقتي ممكن اقول دلوقتي ان عندي حاله كده من الهدوء في الحياه. مسامحه كل الناس، مش زعلانه من حد. وحتى لما حد يضايقني بحط 100 حاجه قدام ان هو ممكن يكون مش قصده، وممكن يكون هو فعلا في فتره مش كويسه، والفتره اللي هو مش كويس فيها دي مثلا من غير قصد جه قال لي كلام ضايقني او كلام جرحني او كلام كده، فبسامحه. حاسه ان انا الفتره دي عندي سلام نفسي. يعني يا ربي يديموا عليا. حاسه ان هو كل حاجه بتعدي وكل حاجه بتبقى فل، وانت بتبقى عشت مثلا زمان حاجات قلت لا انا مثلا مش هعدي في الماده دي، او مش هعدي مش عارف في ايه، وكنت حاسس مثلا ان الدنيا سوداويه قدامك. انا اكتشفت ان الموضوع ابسط من كده بكتير، وان الموضوع اتفه من كده بكتير، وان الحياه ابسط بكتير. طول احنا بس اللي بنعقد الدنيا عامة هي كل مرحلة بنعدي بيها بنتعلم منها كتير ده يعني، حقيقي. وبنفهم فيها الدنيا أكتر. ده حقيقي. فأكيد آه زمان مش زي دلوقتي. فكريا الواحد مع الوقت دماغه بتختلف تماما، ودايما شايف إن الماضي هي نقطة بتحول الإنسان للي هو فيه دلوقتي. اكيد. يعني انا مثلا بحس ان انا مثلا
لما اجي ابص مثلا على زمان، لا بلاقيني مثلا كنت شخص مثلا ممكن ما سامحش مثلا بسهوله، وانا زمان ليه اللي هو انت زعلتيني، لا انت اكيد كنت قصدك تزعليني، وبعدين ما دام قلت الكلمه دي بعدين اكتشفت ان احنا بالوقت ممكن نقول كلام لناس يوجعهم ويضايقهم واحنا ما نعرفش. فلما يجي الناس دي تقول لنا انتوا قلتوا كذا وكان قصدكم كذا، تبقى احنا طول الوقت بنقول لهم لا احنا ما كانش قصدنا كده، انتوا ليه خدتوا الموضوع كده، لا ده الموضوع ابسط من كده بكتير فبتحس ان هو لا، ما دام انا قادر اعمل حاجه وابقى انا عارف ان انا ما كانش قصدي، فاكيد اكيد ابقى بديله كل الرايات البيضاء ان هو فعلا ممكن يكون ما كانش قصده ان هو يقول لي حاجه تضايقني او يقول حاجه توجعني. هو يعني ايه وجع؟ الوجع يعني امتى الانسان يحس ان هو موجوع؟ ممكن الانسان يحس ان ممكن يحس ان هو موجوع لما من جواه يحس ان هو مثلا اتخذل من ناس قريبه منه، كان حاطط امال مثلا معينه في حاجات وما حصلتش، كان حاطط اهداف عايز يحققها في فتره مثلا معينه ما اتحققتش. بحس ان الوجع ده نسبي بالنسبه للبني ادمين. ممكن انا الوجع بالنسبه لي ان انا ما دخلتش الجامعه اللي انا عايزها، واحد تاني الوجع بالنسبه له ان هو ما خدش البنوته اللي كان نفسه يتجوزها، حد تالت الوجع بالنسبه له ان هو ما ترتبش على الدفعه. اوجعنا مش واحده، يعني مش شرط الوجع يبقى فقد حبيب او فقد حد من الاهل. ممكن الوجع ده بجد انت تيجي تشوف حد يقول يا عم ايه ده، ايه التفاهه دي يا حبيبي، ما الدنيا بتعدي، هو من جواه فعلا ده وجعته، الحاجه دي وجعته. ممكن الوجع ده بيبقى مثلا لما يحس ان مثلا اللي قدامه بيبص له بصه ما عجبتوش، بصه مثلا فيها تقليل منه، تقليل من كيانه، تقليل من احتياجه لشيء ما، احتياجه لحاجه معينه في الحياه، فده بالنسبه له وجع، والحاجه دي ممكن تخليه ما يعرفش ينام حرفيا، ويبقى شايف ان هو الدنيا اسودت وحاجات شبه كده. مريتي قبل كده ان حد او حسيتي انك مش مرغوب فيكي في المكان اللي انت فيه او مع الناس دي؟ مش عايزه والله ابقى مثاليه، بس انا بحس ان انا بعرف ان انا احبب الناس فيا، مش عايزه اقول كده والله، بس اكيد اكيد ممكن في فتره مثلا زمان مثلا قوي، في فتره مثلا المراهقه اللي هي بتاعت فتره اعدادي دي وثانوي، لو كل واحد بقى كان بيبقى ليه شله، والشله دي فانت مثلا تبقى عايز تخش الشله دي، بتحسي ان هم لا انت مش هتخشي الشله دي ليه، لا انا عايزه ابقى معاكم في الشله، لا فمثلا دي ممكن مثلا وانا صغيره كنت شايفه ان هو لا انا ما حدش بيحبني او ان انا مش مرغوب فيا بشكل معين. بعدين بتكتشف ان هو الموضوع لا عادي، انت مش شبه الناس دي، بالعكس انت ممكن لو كنت دخلت وسطهم ما كنتش تحس ان انت اللي مبسوط، مش هم اللي متضايقين من وجودك. فهي دي مثلا الحاجات اللي كنت مثلا اكون احس ان انا غير مرغوب فيا اللي هو زمان. لكن انا بحس ان انا دلوقتي شخص ببسط جدا بصحبة نفسي، ببسط جدا وانا لوحدي، بحب بتلاقي نفسك فيها؟ جدا، بحب ابقى لوحدي قوي، بحب ابقى لوحدي وبحب اقعد لوحدي، يعني حتى لو في تجمع مثلا كبير وفي لا بحب قوي، انا بتونس مع نفسي قوي، بحب اقرا كتير، وبحب اتفرج على افلام طبعا كده كده ده حاجه على جنب، بس بحب ابقى في صحبه نفسي، بحب ابقى مع حنين، بحب اتعرف على حنين اكتر، لان ساعات الانسان بينسى ان هو يعرف نفسه من كتر ما احنا مشغولين مع الناس اللي حوالينا، عايزين نرضي الناس اللي حوالينا، عايزين نخليهم مبسوطين مننا، عايزين نخليهم يحبونا، بتحس ان انت في وسط ده بتنسى نفسك، فتيجي في يوم كده تقول هو انا بحب ايه، فتلاقي مثلا نفسك بتخرج خروجات انت مش عايزها عشان هم واصحابك مبسوطين في الخروجه دي، فيلا اجي معاكم في الخروجه وبتاع، اعتقادا منك ان انت تتبسط، ففي وسط الخروجه تحس كده اللي هو لا يعني ايه اللي وداني المكان انا ده؟ ما كنتش عايزه ابقى في الخروجه دي، لا مش حاسس ان دي الخروجه اللي تبسطني. انا ساعات ممكن اروح اخد تيكت واروح السينما لوحدي، واقعد كده ببقى مبسوطه قوي، احس ان انا مالكه الدنيا كلها. بحب آه، بحس ان الانسان لو ما عرفش يتونس مع نفسه مش هيعرف يتونس مع الناس، لو الانسان ما عرفش يحب نفسه الناس مش هتحبه،
مش هو اللي هيحب. الناس مش هتعرف تحب، الناس مش هتعرف تتقبله، والناس مش هتعرف، لان انت بس في ناس بالنسبة لها الوحدة مخيفة. طبعا طبيعي. يعني في ناس مثلا ممكن يبقى مثلا شخص لسه ما اكتشفش ان هو بيحب يبقى لوحده، عشان هو طول الوقت زاحم نفسه بدوشة بناس. ما هو طبيعي لو انا مثلا بقالي 24 سنة زاحم نفسي بصحاب وخروج وفسح وسفر ومش عارف ايه، اول لما ابقى لوحدي احس ان في حاجة غلط. انا لسه ما اديتش الفرصة لنفسي ان انا اكتشفها، اشوف نفسي دي لما مثلا ابقى لوحدي او اسافر لوحدي، هل انا هبقى مبسوط؟ طب جرب. ممكن اول سفريه ما تتبسطش، تاني سفريه ما تتبسطش، بس اكيد هيجي وقت عليك هتحس ان محتاجة أقعد انا محتاجه اقعد بقى نفسي. أفهمها أكتر. واول لما الانسان بيكتشف ذاته وان هو بيعرف يتونس لوحده، طبعا بكل الطقوس اللي يحبها. يعني في ناس مثلا طقوسها روحانيه، في ناس طقوسها ان هي تقرا، في ناس ممكن انسان يبقى مبسوط ان هو بينام، يعني والناس تشوفه ايه ده انت واحد بتنام. هو انبساطه انا خلصت شغلي وخدت شاور ساقع كده وانام بقى، وده بجد انبساطه. ويبقى يلغي خروجات حلوه عشان انا عايز اشرب كوبايه شاي كده واريح ساعتين. فالناس يشوفوه مثلا ايه ده انت كئيب. لا، انا ببسط بحاجات معينه، مش شرط خالص ان الناس كلها تبقى بتتبسط بيها. أنت بتتكلمي دلوقتي بفتكر نفسي كده، لأن أنا برضو من الناس اللي بحب أقعد لوحدي قوي. مزيكا وكوباية القهوة بتاعتي وفوق السطوح، بس مش عايز حاجة تاني. بالظبط. يعني ممكن أقعد ساعة بحس إن أنا ملكت الدنيا. ده حقيقي. سحر. فلما بلاقي حد قدامي بيقول لي لا الوحدة أنا بحس فعلا إن الإنسان في الوحدة بيلاقي نفسه أكتر، بيقدر يفهم نقط القوة والضعف بتاعته أكتر. فالوحدة بتطلع أو بتبين الشخصية الحقيقية للبني آدم. من وجهة نظري يعني مش طبعا. آه، انت طول ما انت عارف نفسك وعارف قيمة نفسك ومقدرها بطريقة كويسة، تأكد 100% ان كل الناس اللي حواليك هتبقى مديالك نفس الحاجة. لكن انا مثلا ممكن ابقى شخصيتي مثلا ضعيفة مهزوز، وده مش عيب. الانسان ما بقاش مثلا عنده ثقة في نفسه، ده برضو مش شطارة منه، ده طبعا مع الوقت. مع الوقت وتوفيق من ربنا طبعا ان هو يلهمك الحاجة ان انت تعمل ده. فابدا ابدا عمري مثلا ما احكم على حد لسه مثلا ما عندوش ثقة في نفسه، او بنوته مثلا لسه ما بتحبش تبص لنفسها في المرايه مثلا عشان هي مثلا عندها مثلا حبوب مثلا في وشها او جسمها مش شكله مش عاجبها. حلو، انت جيتي في نقطة برضو انا عايز اسألك فيها، بما انك فتحتي يعني انا وقفتك، بس انا عايز اسألك فيها. اصحاب البشرة السمراء دايما بيواجهوا هنا في مصر مشاكل. وانت صغيرة اكيد غير دلوقتي، وانت كبيرة اكيد بتعرفي تردي، او وانت صغيرة حصل معاكي موقف خلاكي فعلا اتضايقتي من جواكي حاجة زي كده؟ بص، لان التنمر انت فاهمة بقى، احنا عندنا في مصر التنمر ما شاء الله يعني. بس ارد عليك حته ان هو ايه، في مصر هنا عندنا مشكله. لا، هو اصلا في سمر كتير قوي في مصر، يعني بعيدا بقى عن اسوان او كده، الصعيد. وحتى انا اعرف ناس مثلا من مثلا من الشرقيه، من الفيوم، من بلد تانية سمر. فاحنا اصلا كدوله لا، في عدد سمر عندنا كتير جدا. اكيد وانا صغيره كنت باخد بقى الحاجات بقى بتاعت المدرسه بقى، اللي هو هي سمر شوكولاته بقى والحاجات اللذيذه دي. بس انا كنت متربيه في بيت كل ما يشوفوني يقولوا لي انا قد ايه جميله وقد ايه حلوه. لا مش، لا والله كل الناس حلوه. هنرجع نتكلم يعني في النقطة دي. أصلا أنا مش فاهم إن إزاي بني آدم ممكن يبص النقطة زي دي، هو أبيض اصلا وأسمر هو اصلا الناس نقطة اصلا غلط الناس تماما. اصلا يعني فكره الشخص المتنمر هو مش بيفرق معاه اذا كان الشخص اسمر. لا، هو عادي ممكن يقول ايه، لا الشخص ده رفيع، لا الشخص ده تخين، الشخص ده قصير، الشخص ده طويل. هو اصلا عينه ما بتقدرش تشوف غير الوحش. يعني ايه؟ يعني مثلا لو حد طويل هو عمره ما هيبص ان دي حاجه كويسه، لان هو عينه متعوده ان هو يشوف ايه ده، ايه ده انت طويله كده ليه، دي انت وحشه. مين قال ان مثلا ان دي حاجه وحشه؟
ولان معايير الجمال بتختلف من دوله لدوله، بتختلف من زمن لزمن. معايير الجمال عمرها ما كانت واحده، ومهما هيعدي السنين معايير الجمال هتختلف، عشان احنا بنحط مثلا معايير الجمال معينه. لا عادي جدا، انا مثلا كنت واحده متربيه في بيت ان انا كل ما يشوفوني يقولوا لي انا قد ايه جميله وقد ايه حلوه. فلما كنت مثلا في المدرسه يقولوا لي شوكولاته، كنت بجد بحس ان ده كومبليمون، يعني مش بحس ان ده تنمر خالص. طب ما الشوكولاته حلوه وطعمها حلو وغاليه ومش اي حد بيعرف يشتريها، فانت بتيجي تلاقي انا فمش هتضايق. في بقى انا اللي بيضايقني ممكن الاصرار على ان انت تبين ان ده حاجه عاديه. يعني ايه الافراط في ان انت تبين ان الحاجه دي عاديه؟ دي نفسها عنصريه. يعني انا طول الوقت ابين ان السمر ده حاجه عاديه عاديه، ما طبيعي يا جماعه. ليه بنهايلايت كتير؟ زي ان انا مش طبيعي خالص ان انا طول الوقت اقول بس الشخص المليان ده شخص طبيعي، الشخص المليان ده شخص طبيعي. ما هو طبيعي يا جماعه، احنا ليه بنحطه بين قوسين وبعدين نقول شخص طبيعي، او ان الرفيعه دي شخص طبيعي؟ ما هو عشان هو شخص طبيعي مش هينفع نحطه هايلايت، يعني مش هينفع نحطه بين قوسين عشان هو اوريدي حد طبيعي. فالعنصريه بتيجي بسبب ممكن يكون مثلا اهالي مثلا كانت مثلا بتعقد، مش بتعقد بس. يعني هو الموضوع بيرجع للأهل، الشخصية المتنمرة دي ممكن يرجع للأهل ذات نفسها ولا للشخص؟ يعني هو الشخص ده بطبعه. لا ممكن ده وده، يعني ممكن يبقى بسبب الاهل و... وممكن لا، لان انت ممكن تلاقي ولد متنمر واهله ناس في قمه الذوق وفي قمه الاحترام، والعكس صحيح. ممكن تلاقي حد مثلا اهله كانوا مثلا بيضايقوه وهو صغير بسبب مشاكل عنده، بعدين تلاقي الولد حد متقبل ذاته جدا ومتسامح مع كل الناس، شايف الناس كلها حلوه والناس كلها جميله. فهي بتعتمد على انت بقى دماغك، انت عايز ايه، انت عايز تكمل في ايه ومش عايز تكمل في ايه بس. أنا واحد من الناس بحس إن معايير الجمال في الشخصية ذات نفسها، مش في الشكل خالص. ياما ناس ممكن يبقى شكلها حلو جدا بس جواها فاضي. ده حقيقي. في ناس يبقى الناس شايفاها إن هي شكلها مش أحسن حاجة بس تلاقيها شخصية عظيمة. ودي يعني قاعدة أنا شايفها أو ماشي بيها في الحياة، إن الجمال في الشخصية مش في والله انا مش عايزه اقول كده، بس هو الجمال في الشخصيه وفي الخارج. احنا مين يعني؟ مين اللي قال ان ده مش حلو؟ احنا مين؟ مجرد بشر زينا زي بعض. لو حد قادر يخلق فينا حاجه احسن كان عمل. فانا مين عشان اقول لا بس لا مش عاجبني؟ ما انت ممكن ما تبقيش عاجباك او العكس. يعني مين اللي قال ان ده الحلو او مين قال ان ده الوحش؟ انا مين؟ انا مجرد مخلوق، يعني انا مش في ايدي اي شيء. بالعكس، انك تبقى شايف ان كل حاجه ربنا خلقها حلوه، ده حاجه في منتهى التجلي بطريقه صعبه. يعني ان انت تشوف بجد في بني ادمين ممكن تشوف حيوان شكله وحش. احنا وصلنا يعني في ناس بجد لك لا الحيوان ده شكله وحش، بعيدا عن الفوبيا ان حد عنده فوبيا فبيخاف. لا فكره ان هو لا ما احبش اجيب الحيوان ده شكله وحش. يعني ايه ده حيوان، انت قادر تخلق حد زيه وقادر ففي ناس حتى في مجرد ممكن شكل حاجه لا الورده دي شكلها مش عاجبني، لا الوانها كده بتقبض. لا يعني هو الموضوع مش بيبقى بس حتى على البني ادمين، ده الموضوع ممكن يوصل ان هو يبقى على الحيوانات، على الجبال مثلا. شكل جبل والله الجبل ده مش عاجبني، كان محتاج يتمحر كده شويه يمين وشمال. لا الموضوع في ناس فاضيه في مخها شويه. يعني هو الموضوع بالنسبه لها ظاهري اكتر من ان هم يحطوا افرت في دواخلهم وفي مخهم وفي الوقت ده حاجه مهمه جدا. كل واحد يشتغل على نفسه مش هنبقى في المشاكل اللي احنا فيها. لا ومش بس يشتغل على نفسه، وانه يشتغل على نفسه ويكتفي بنفسه. يعني ايه؟ ان انا ما بقاش بنظر على الشخص اللي قدام، لان ممكن في اي لحظه الشخص ده يبقى احسن مني في يوم وليله. لكن طول ما الانسان مركز ان هو طول الوقت عايز يبقى حد احسن،
عايز يبقى حد متسامح اكتر، عايز يبقى حد ناجح، هيبقى مش عنده وقت يبص مثلا يقول لا دي بصت لي كده بطرف عينيها عجبتني، ما عندهاش وقت. بالعكس ممكن يبقى قصادها ان في حد بيهاجمها هي شخصيا، زي لو بيخترق مساحتها الشخصيه وبيوجه لها ما تاخدش بالها منه، او ما ياخدش باله اصلا منه. ليه؟ لان هو حاسس ان هو في حاجات تانية اهم. فيجوا مثلا الناس يقولوا بس هو كان قصده كذا كذا. ايه ده بجد؟ ما خدتش بالي، انا بجد ما خدتش بالي. ليه؟ عشان انا حاسس ان انا في دماغي عندي حاجات تانية اهم. اكيد هو ما كانش قصده كده، انا اروح اكمل الحاجات اللي انا بعملها، انا مش فاضي. عندي تايم بيضيع مني، عمر هنعيشه في ايا كان الوقت اللي هنعيشه، فهنعيش نعمل فيه ايه؟ بس معاك 40-50 سنة. يعني هيتعيش يوم ما تعيش 70 سنه، 100 سنه، ما هيجي وقت وهتمشي. فلما تمشي يبقى دايما الناس فاكراك سايب أثر كويس. بحاجات لطيفه. ولو مش سايب اثر كويس، مش سايب اثر وحش يعني. اللي هو ايه، حتى لو مش سايب حلو مش سايب وحش، والله راجل طيب جه ومشي في سلام، ما فيش احلى من يعني. ولا بقى يقول لك ده وحش وصعب وكده، لا لا. انتي قلتي من شوية، أو انتي قلتي عامة قبل التصوير إن انتي من النوبة. ايه الفرق بين النوبة والقاهرة؟ أم، هي مش فروق كبيرة يعني، مش فروق قاصرة يعني، جامدة. بس مثلا احنا بيبقى مثلا مختلفين في عادات الزواج عندنا. في يعني احنا عندنا مثلا بنكرم الست يعني قوي 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 قوي. بتتجاب لها دهب كتير حاجات كده يعني، بنجيب دهب كتير قوي. الست عندنا يعني بحس ان احنا عندنا بنحاول ان احنا يعني يعملوا كده مثلا على بعض. ما يعني في مننا ما بيتجوزش من بره لغايه دلوقتي يعني، ما يتجوزش بره النوبه، بره اسوان يعني. بس يعني الحاجات بقى مختلفه في الافراح. شايفة إن الأسرة عندك محتفظة بالعادات دي؟ هي العادات طبعا تحترم جدا، وانا بحترمها جدا جدا، ومقدره ان في حاجه زي دي. بس ممكن نقول ان انا اهلي بحكم ان احنا مثلا عشنا طول حياتنا هنا في القاهره، اكيد طبعا في عادات خلاص ما بقتش قادرين تبقى موجوده. زي الجواز مثلا. يعني مثلا فكره ان احنا ممكن نتجوز حد من بره او لا، ده يعني يعتمد على انتي او انت. انا والله حبيت فلانه دي مش من بلدنا، هرميها في الزباله بقى؟ اكيد لا يعني. خلاص مش انت عايز ايه؟ انت في انسان حبيتها، انسانه حبيتها، عايز تكمل معاها باقي حياتك، تمام. سواء بقى ان شاء الله تكون بقى من الصين، هي خلاص انت دي، وشايف ان انت هتكمل حياتك مع دي، وشايف ان انت هتبقى مبسوط وهتبقى حابب حاجه في الدنيا مع البني ادمه دي، خلاص. آه، واهلنا ربونا على فكره احترام فكرك، ان انت بقيت حد كبير واعي، بنتناقش وخلاص القرار يرجع ليك في الاخر. مش هيتدخلوا فكره تتجوز مين وما تتجوزش مين، لا لا. موضوع مختلف. بس يمكن عشان في البلد يعني في النوبه هم على طول يعني بيبقوا قصاد بعض. فهو مثلا بتحب ولد من عندنا من البلد، او بيحب بنت، لان هم مثلا جيران واهل وبيشوفوا بعض على طول. فدي اللي مخليه ان الموضوع في البلد او في النوبه متماسك اكتر. هم على طول شايفين بعض على طول، جيران على طول كده بس. ايه المميزات اللي شفتها هناك مش لاقياها هنا في القاهرة؟ لا لا مفيش، ده الاتنين جمال عندهم الاتنين عندهم مميزات يعني. مفيش اصل احنا مش في الصين يعني، هي نفس الحاجات بس بس بحس إن الجانب بتاع الصعيد مختلف شوية عن لا لا ليه؟ اللي هنا. لا فكريا برضو الموضوع بيبقى مختلف أكتر من، لا لا خالص. أو بحس إن القاهرة هي محافظة لوحدها كده، عارفة أنتي اللي هو القاهرة في عالم تاني غير. ليه؟ ده في ناس في الصعيد وفي أسوان وفي كده، ناس مثقفة جدا ومتعلمين جدا وعندهم انفتاح فكري رهيب، ممكن ما يبقاش موجود عند ناس في القاهرة وفي مدن تانية.
لا انا اتعاملت مع ناس بجد من الصعيد ومن اسيوط ومن هنا، عندهم انفتاح وعندهم ثقافه وفن مم. ممكن ما تلاقوهوش في ناس في القاهره. فهي مش برضو هي مش عايده على فكره البلد او كده، هي عايده برضو على الاشخاص. انت عايز تبقى ايه؟ انت عايز ده تحط فيه ايه؟ انت عايز تحط فيه حاجات كويسه، هتبقى بني ادم بيقدم حاجه للمجتمع. عايز تحط فيه حاجات مش كويسه، افكار متاخره، هيبقى ده اللي انت بتصب ليه للمجتمع. سواء بقى انت في القاهره، في سينا، في هي بترجع لك انت. بترجع ليك انت عايز ايه، انت عايز تحط ايه وتشتغل على ايه. ده اللي بيخليك مختلف. غير كده بحس ان المحافظات والحاجات دي بس احنا لقينا نفسنا في الحته الحلوه دي مجرد اماكن. اماكن بالظبط. مم. لو حابة تتأسفي لحد دلوقتي هيكون مين؟ مم. لو حابه اتاسف لحد، هتاسف للناس اللي انا مثلا ضايقتها في حياتي وما كنتش عارفه ان انا ضايقتهم، او مثلا الناس لغايه دلوقتي مش عارفه ان هم زعلانين مني او مش عايزين يكلموني او نقص مني. اتاسف لهم من كل قلبي ان انا فعلا ما كانش قصدي ان انا اضايقهم او اقول لهم حاجه تضايقهم، لان ساعات ممكن الانسان بيسهو عليه ان هو قال حاجه زي كده، وان هو وقعت مني دي المره دي، فيبقى الشخص التاني مش قادر يسامح ده، مش قادر ينسى الحاجه دي وجعته. فبتاسف من كل قلبي لاي حد حسيت ولو للحظه ان هو ممكن يبقى زعلان مني. اه، من كل قلبي جدا. حاسة ان في موقف جمعك مع حد وانتي ردك او اسلوبك ما كانش احسن حاجة وقتها؟ واكيد انا مش هبقى متذكره ده دلوقتي، بس اكيد حصل يعني اكيد حصل. ان انا مثلا كان حسيت ان في مره، يعني مثلا حصل موقف قبل كده مع واحده صاحبتي، آه ان هو انا كنا بعد عرض بتاعي، فالناس كلها طالعه على الستيج، فالناس بتسلم عليا وبتاع، انا ما خدتش بالي. انا ما شفتهاش. فهي راحت عيطت وكده وقالت لاصحابي ان انا ما سلمتش عليها، ان انا متعمدة ان متعمده ان انا ما سلمش عليها، وان انا مش بحبها. انا لما اصحابي قالوا لي، حسيت بجد ان انا حد مش كويس خالص، عشان حاجه واحده، ان اكيد هي خدت بالها ان انا بجد، ان هي شافت ان انا ما كنتش عايزه اسلم عليه. بس الحقيقه ان انا اليوم ده انا حلفت لهم كلهم ان انا فعلا ما شفتهاش. الناس على الستيج بتبقى كتيره وكل الناس بتبارك لك وان هو انت مبروك وبرافو وبتاع، فانت عايز تسلم بسرعه، عايز تخلص، عايز برضو في الاول وفي الاخر عايز تنزل لاهلك. اهلك تحت اكيد مش هيبقوا مثلا طالعين على الستيج وسط الزحمه والحاجات دي، فانت بسرعه عايز تنزل لاهلك، عايز تقعد معاهم. بعدها بكل نفس راضيه رحت قلت لها انا اسفه، صدقيني انا ما كنتش اعرف ده وهي بكل الحب قالت لي انا لما فيش حاجه وانا مش زعلانه وبتاع. فساعات انت ممكن تعمل حاجات انت فعلا مش واخد بالك، يعني الانسان ما بياخدش. مجرد احساس ان الانسان يشوف انك مش بتحبيه، يعني حد قريب منك يشوف انك مش بتحبيه، بحسه احساس بشع اه قوي. طبعا. الانسان اللي بيخلينا مكملين في الحياه مع بعض، يعني ان انت بتحس ان انت الانسان ده ما بحبش كلمه حب قوي، بس مقدرك، بيهتم بيك، بيحترمك. وهو التقدير هو الحب. اه، بنسبه كبيره التقدير هو الحب، بس في ناس عندهم الحب حاجه تانية. هي الحب بالنسبة لي. بالنسبه لي انا لا، الحب بالنسبه لي ان انا حد احس ان معاه ان انا مطمنه. الحب بقى في كل انواعه، يعني ان انت تكون مطمن، انت تكون مش خايف، وان انت تكون قوي معاه مش ضعيف. يعني ما تحسش ان انت ايه مغلوب على امرك كده جنب ده. في اي حاجه، ريليشن شيب، فريندشيب، اي حاجه، فاميلي، اي حاجه، انت معاهم حاسس بالامان مطمن. آه وغ... م... مش عايزه اقول كده، بس هو الحاجه الوحيده اللي من غير شروط هو حب الاهل. الحب الغير مشروط، ناس بيحبوك
وانت ما بتقدملهمش اي حاجه. يعني ده الحب الوحيد في الدنيا دي، هو حب غير مشروط. بيحبوك عشان انت اخويا، وانت امي، وانت مش عارف ايه. ده الحب اللي هو ما فيهوش شروط في الحياه. غير كده كل الحب في الدنيا دي شروط. انت بتقدم لي احتياج، انا بس بديك قصاده احتياج، عشان كده بنتعامل مع بعض. انت ممكن تتجوزي حد بيحبك وانت مش بتحبيه؟ لا، استحاله. استحاله. لا، لازم احبه يعني. اتجوزه ليه وانا مش بحبه؟ حتى لو هو بيحبني، لو حصل ايه مش هبقى مبسوطه. لان انت طول الوقت هتلاقي الاهتمام بتاعه ده، والحاجات اللي بيقدمها، والهدايا هتحس ان هو حب كده، تحس ان هو دمه تقيل عليك. فليه هو يستاهل حد يحب؟ طب ما يمكن يخليك تحبيه لا. مع الوقت. ما هو لو الحب ده لو اوريدي مش موجود من اول مره، بلاش نقول طيب حب، ممكن نقول يبقى فيه ود، قبول. قبول. طول ما فيه قبول، لا ممكن اي حاجه تحصل قدام. لكن ما فيش قبول، اللي هو انا بشوف الشخص ده مش قادره، مش عايزه ابص له، اتجوزه ليه؟ ان شاء الله لو بيجيب لي حته من السما. بس مش شرط، يعني ممكن حد يجي يتقدم لواحدة، هو مثلا يكون هي صاحبته ولا حاجة، وهو مثلا حس من ناحيتها إحساس كويس إن هو مثلا بيحبها أو كده، وتلاقي إن هي وافقت، وتلاقي العلاقة بعد كده بقت كويسة وقدر يخليها كده. فهو مش ممكن. مش مش قاعدة ثابتة. هي مش قاعده ثابته. انت سالتني عني انا، اللي هو هل انا اعمل ده؟ انا من وجهه نظري بقول ده. لكن في بني ادمين، في اشخاص تانية طبعا. بالعكس، في ناس بتشوف ان الشخص اللي بيحبها ده، وهي لسه ما فيش حاجه ناحيتها، تحس ان هو بيعمل مجهود كبير قوي عشان ابقى معاك، فبيحسسها ان هي حد مهم، تحبه عشان انت حسستني ان انا اهم واحده على الدنيا دي كلها. بيحصل. انا بحس ان انا كحنين، اللي هو يبقى في قبول، يبقى في كده، ممكن بقى قدام. لكن حد مثلا ما فيش قبول او كده، انا هبقى مش مرتاحه. انا هبقى حاسه ان انت تستاهل، انت حد كويس وحد محترم، انت تستاهل حد يحبك. روح لحد يحبك بجد. إيه المواصفات اللي أنت ممكن تكوني عايزاها في شريك حياتك؟ شريك حياتي، ان هو يكون بيقدر ال ال الوقت والمجهود، واي استثمار في العلاقه. دي اهم حاجه. ان هو يكون حد بيقدر التايم اللي انا بديه في العلاقه، بيقدر الاهتمام اللي انا بحطه في العلاقه، بيقدر كل المجهود اللي انا بعمله، وان انا بحاول استثمر في العلاقه دي. دي اهم حاجه. لان الموضوع هيبقى العكس، ان هو انا هقدر كل الوقت، كل المجهود اللي انت بتعمله عشان العلاقه دي تكتمل، ده انا 100%. فلا، لازم يكون الشخص اللي قدامك ده بيقدر الحاجات اللي انت بتعملها عشان تبقى علاقه ناجحه. بس دي اهم حاجه. لو جه قالك مش عايزك تمثلي؟ اولا انا يعني هو حر. هو حر يتجوز ايا كان مين، يتجوز ان بس شخص. مثلا حد أنت حبيتيه، مش هنقول بقى حد وخلاص، وبعد ما حبيتيه واتجوزته قال لك أنا مش مناسبني ده. لا، هو لو حد بيحبني استحالة يطلب مني طلب زي ده. اللي بيحب ما بيقارنش. يمكن خايف عليك. ما هو انت مثلا ما نمتش الصبح وجيت لقيتني ممثلة، انت عارف اوريدي ان انا ممثلة. وممكن في ناس مثلا يوصلوا بيهم، مثلا بعيدا عني، في ناس ممكن يوصل بيهم ان هو تمام انا موافقة، لان هي شايفة ان انا مثلا انا في الوقت ده مش عايزة المجال، لا انا عايزة ابقى بعمل اسرة وكذا كذا كذا. في ممكن يوصل بيهم الموضوع ان هو بالتراضي، خلاص ماشي كملي، بس انا عندي شروط. في ممكن يقولوا لا والله انا كده، وانت وافقت عليا كده، وانا حابه اكمل. فيقول لها طيب انا مش مرتاح، فينفصلوا في هدوء. كل واحد حسب هو علاقته بالشخص ده ايه، وفي الفتره الزمنيه برضو اللي هم فيها دلوقتي هم عايزين ايه. يعني انا ممكن واحده مثلا تقول لك لا انا لو قال لي كده مش هكمل. ممكن بعد 10 سنين تبقى انت النيدز بتاعتك مختلفه، احتياجاتك في الحياه مختلفه. مش عايزه اعمل ده دلوقتي، وده طبيعي. احنا احتياجاتنا بتختلف. انا ممكن احتياجي يختلف كل شهر، ما بالك بقى تيجي مثلا تتكلم في سنين بقى جواز و10 سنين مثلا.
5 سنين جواز، اكيد النيدز بتختلف. فهي برضو بتعتمد على فكرة كل واحد هيمشي حياته ازاي، كل واحد عايز حياته تمشي ازاي. بس في الفترة الأخيرة بقينا نشوف نسب الطلاق أكتر بكتير من اللي كنا متعودين عليه قبل كده. شايفة إن ده بيرجع لغلط من الاتنين؟ يعني هما من الأول اتسرعوا في القرار إن هما يتجوزوا، ولا هي ممكن مشاكل تظهر أو عيوب تظهر في البني آدم بعد الجواز؟ ماشي، بص ده موضوع كبير قوي. فكرة الطلاق، هو ناس حاسة ان هم في الفترة دي مش متوافقين مع بعض، فأسلم حل اختاروا ان هم يتطلقوا او ينفصلوا، عشان مثلا ما نخلفش اولاد مثلا فننفصل فيبقوا الاولاد مشتتين ما بين ماما وبابا. فهم حسوا ان في الفترة دي ان الطلاق انسب حاجة. صدقني حوار ان الموضوع يعني راجع لمين ده او قرار خطأ، لا هو الموضوع كله ان الفترة دي احنا ايه، عادي ممكن يبقى حد كويس جدا ومحترم جدا، وهي كويسة ومحترمة وبتقدره جدا وبتحترمه جدا واتجوزوا وعاشوا مثلا سنين مع بعض، وجاي في فترة حاسة ان هم هينفصلوا. انا اصلا مع البني ادم ده حاجة، ولما اتجوزوا هبقى حاجة تانية. ده طبيعي. زي بالظبط احنا مع اهالينا بيشوفونا في أسوأ حالاتنا. هل هيرمونا في الشارع؟ لا، انت في أسوأ حالاتك دلوقتي، انا مضطر ارميك؟ لا. بس انت هنا خلاص بتبقى بقى على طبيعتك بنسبة 100% مع الشخص ده، وهو كذلك. في حاجات ممكن نتقبلها مع بعض ونكمل. في حاجات انا اضحي بيها ما فيش مشكلة، هي تضحي بيها ما فيش مشكلة، عشان المركب تمشي. بس عادي جدا ان انت تيجي توصل لنقطة تحس ان انت انا والله مش عايز. وعادي جدا الناس بتبقى بتصارع عشان ما يطلقوش. احنا مع بعض لغاية اخر نفس، اخر نفس. يعني ممكن يبقوا مثلا متجوزين بقالهم 20 سنة 25 سنة، خلاص لاخر نفس. بس يجي على نقطة مش قادرين، حاسين ان هو طب كفاية كده. وفي ناس ما شاء الله بيكملوا لغاية ما يموتوا الاتنين سوا، ويبقوا هما الاتنين بيفتكروا احلى ذكريات مع بعض. الموضوع بيبقى جاي على فكرة ان احنا لازم مش نمشي الدنيا، بس ان هو ايه، حصلت مشكلة نقف نتكلم عن المشكلة دي. مش اللي هو حقك عليا وحقك عليا وراسك، لا خلاص حقك عليا وخلاص رضيتك وانت رديتيني وكل نقعد بقى. نحاول نوصل لحل ليه مش يرضي نوصل لحل؟ الطرفين. مش نوصل لحل، نعرف سبب الحاجة دي ايه. طول ما انت عارف السبب طول ما هو مش هيحصل تاني. انا جيت كسرت الكوبايه بتاعتك، هسي في حقك عليا والله، انا اسفه ما تزعلش مني. بعد يومين كسرت لك كوبايه تانية، حقك عليا والله مش عارف ايه. بعد 3 رحت جايبه بقى اكتر حاجات من غير قصدي دشاها بقى. احنا لازم نوصل لحل. طول ما احنا بن زي اللي هو ايه مش عارفه اسمها ايه، اللي هي مشي لا إيه، مش عارفه اسمها ايه المعنى، يعني اللي هو كده مشي الدنيا. بنمشي الدنيا بنطفلقها كده في قلب بعضي. والله اللي هو عمرها ما تتحل. حصل مشكله نقف نشوف السبب ايه، سبب كبير فنقعد نتكلم كده بهدوء ونشوف السبب، ولا سبب بسيط وممكن نعديه لبعض. ومش لازم دايما نتعاتب في كل حاجه. كتر العتاب مش افضل حاجه. يعني في حاجات ممكن بس العتاب هو جزء من المحبة. كده كده هو جزء من المحبه، بس مش كتر العتاب. ما انا ممكن ابقى شريك حياتي ما بعملش حاجه، انا كل ما اشوفه عدل فهو هيكره حياته معايا، هيحس ان هو طب انا ما بعملش حاجه عدله. يعني كل ما تشوفيني تعاتبيني، اصل انت ما عملت، اصل انت ما عملتش، اصل انت ما عملتيش كذا، اصل لو حد تاني كان عمل كذا كذا، اصل انت. لا، ما هو عادي ممكن في العتاب ده مش لازم عادي. انا حسيت مثلا انت عملت حاجه ضايقتني وانا من جوايا قادره اعديها، يعني لو عديتها مش هيحصل لي بالنسبه لي، مش هبقى متازمه في حياتي، ما عدي. بس اقول له بس الحته دي ضايقتني، بس انا مش زعلانه مش حاجه، بس انا تمام. كان في مسلسل اتفرجت عليه من فترة اسمه لحظة غضب. طبعا. شفتيه؟ طبعا. هو كان على طول بيهينها، على طول بيعملها معاملة مش كويسة.
لغايه ما وصلها ان هي قتلته. مم. فانا شايف ان فعلا انت في نقطه برضو اتكلمتي فيها كويسه، ان احنا لو مش قادرين ما نكملش عشان الموضوع ما يبقاش ليه الأسوأ بعدين. بس في حاجه هنا، لان الناس بتفهم هنا ان احنا مش قادرين، اللي هو ايه، اول خناقه انا مش قادره اكمل. لا، احنا مش قادرين ده يعني احنا حطينا مجهود وكملنا وعدينا حبه مع بعض عايزين احنا طول ما انت عايز وهي عايزه هتوصلوا. بس مش ان انا من اول خناقه لا انا مش عايزه اكمل، مش عايزك، مش مرتاح. مفيش حاجه هتكمل كده ابدا، مفيش في الحياه. عادي جدا، انا ممكن اهلي يضايقوني أنا مش عايزه اكمل بقى مش عايزه ابقى بنتكم. مفيش حاجه اسمها كده، لكن الفكره ان انا ببقى بنمر بنمر بحاجات بحاجات كتير. ونعدي لبعض بس نيجي عند نقطه احنا الاتنين حاسين ان احنا مش عايزين. لكن طول ما في واحد لسه حاسس ان هو عايز، لا، نديله نكمل. نظرة المجتمع للست المطلقة مش أحسن حاجة. ايه وجهة نظرك في فكرة إن المطلقة دايما في المجتمع زي شخص منبوذ كده، هي انتي مطلقة انتي. لا 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 خالص، ده حاسه ان ده كان زمان. حاسه الناس دلوقتي بقت فكرها متمدن اكتر من كده بكتير، وواعي. وواعي بفكره ان المطلقه دي ما هي الا شخص جرب تجربه وفشلت، زي بالظبط الراجل اللي جرب التجربه وفشل. اكيد مش هنبص للست ان هو انت بقى انت فيكي حاجه وحشه او انت فيكي حاجه غلط. لا لا خالص، هي واحده جربت التجربه ما نجحتش لاي اسباب، مش نصيبها. ممكن بعدها بفتره يجي لها نصيبها. عادي جدا، عادي جدا. وان الانسان يبص للست ان هو نظرتها ان هو حد قليل، ده انسان محتاج يتعالج بجد، نفسيا محتاج يتعالج. لانه ممكن اخته مثلا تتطلق، هل هيبص لاخته ان هي واحده مش كويسه، ان هي ست مش ست مثلا، واحده معيوبه؟ استحاله. ليه؟ لان هو عارف اخته وعارف هي اتربت ازاي وعارف ان ده نصيبها وده حظها في الدنيا. فالانسان اللي يفكر ان هو يفكر كده، ده لا لا لا، دي مشكله. لكن عادي، بحس ان هو تجربه زي المخطوبه وفشكلت، عادي تجرب تاني وتشوف نصيبها مع حد تاني. وممكن فعلا نصيبها يبقى مع حتى لو في وجود أطفال. حتى لو في وجود اطفال، ما دام احنا متفقين لنقطه وانت متقبل ان انا معايا اولاد ومش عندك مشكله في ده وتمام، ليه لا؟ ما مش هترمي اولادها يعني خالص. واللي يشوف باباه ويشوف اهله اهم حاجه. بس انا بالنسبه لي في الطلاق ان لو هنعمل اي حاجه نخلصها بالاحترام وبالود، عشان نبقى بس نشوف بعض قادرين نتعامل مع بعض، قادرين نبص في وش بعض ونتكلم ونهزر بس. وما هي لا تجربه نجحت او فشلت، هي تجربه. ده الدين ما بيلومهاش عليها، احنا هنلومها ليه يعني؟ لا لا، مفيش حاجه اسمها كده. في ظاهرة طالعة الفترة اللي فاتت إن ست تتجوز راجل متجوز. ايه وجهة نظرك في الموضوع؟ بص، دايما ترجع للناس التانية. في واحدة ممكن تقبل ان جوزها يتجوز واحدة تانية، ما عندهاش اي مانع خالص، لا روح عادي، حقك تعمل ده وانا مش معترض عليه. في واحدة تانية ما تقبلش، تقول له لا انا مش قابلة ان انت تتجوز عليا، وهو ده حقه الشرعي يعني، مش هنقدر نقول له عليه حاجة. فخلاص الشخص مثلا انا مش هقبل ده، بكل احترام وبكل ذوق ينفصلوا ويديها حقوقها الشرعية بكل احترام، هو يروح يتجوز عادي جدا. وفي واحدة تقول له لا تمام انا هتجوز وما عنديش اتجوز، ما عنديش مشكلة، ده حقك ولو عايز. على حسب الشخص ذات نفسه. هي دايما بترجع للشخص ده عايز ايه، حياته ماشية ازاي، افكاره وافكار شريك حياته ايه، على اساسها كل حاجة الدنيا تبقى ابسط بكتير. بجد الدنيا تبقى ابسط بكتير جدا. بس احنا دلوقتي خلصنا أول فقرة، اوكي عندنا الفقرة التانية وهي كروت الزمن. ماشي. كروت بترجع بينا لورا أو بتطلع بينا لقدام. 10 كروت هتختاري بشكل عشوائي ما بينهم. ماشي. جاهزة؟ يلا بينا. جاهزة ولا ايه؟ ماشي. يلا بينا. ماشي.
من 7. 1 ل10. 7. اشمعنى 7؟ بحب رقم 7. ماشي. لو قابلتي نفسك وانت صغيرة تحبي تقولي لها ايه؟ هقول لها ما تخافيش، حققتي حاجات كتير قوي من اللي كان نفسك تعمليها وانت صغيرة. آه، ما تزعليش ماما منك عشان انا كنت طفلة شقية قوي. حسي ان انت مهمة، وطول الوقت تخلي عندك امل في ربنا ان هو هيعمل لك كل اللي انت عايزاه. بس انا كنت بنوته غلبانه قوي. عشان انا كنت شقيه قوي، كنت شقيه وانا صغيره، كنت بعمل مشاكل كتير قوي كده. بس تحبي تقولي ايه لمامتك بما انك قلت انا كنت شقيه. شقية شوية فلو في رسالة هتبعتها لها دلوقتي هتقولي لها ايه؟ بحبها قوي، وان هي اهم حاجه في الدنيا دي كلها، وان بجد حياتنا ملهاش اي معنى من غيرها. وشكرا شكرا عشان هي استحملتنا. لو ما كان ماما كنت قتلتني. عشان انا شخص يعني ببقى عنيد شويه. شكرا شكرا لوجودها في حياتنا، وان هي احنا من غيرها ولا حاجه. هي من غيرها ولا حاجه، هي الأم هي الحياة. الحياه كلها. هي هي نمبر 1 في الدنيا دي، في دنيتي انا. بس. نختار ايه تاني؟ 3. يوم عايزة تمحيه من ماضيك، انحي. تشيليه خالص. ماشي. هو مش يوم وحش قوي يعني. وانا صغيره سنتي اتكسرت. كنت بلعب في المدرسه وقعت على وشي فسنتي اتكسرت. ففضلت آه فتره في حياتي سناني مكسوره. خدت كميه تنمر لغايه لما قلت يا بس. فانا بقى عايزه بقى اليوم ده اللي انا سنتي اتكسرت فيه ده ما يجيش. لان كانت الناس بقى إيه ده، انت فرجه لسنتك. انت مش عارف ايه. فكنت بحس اللي هو بروح بقى ما ببتسمش في البيت، اقعد عامله كده. انت حاجه اروح مثلا اصور مثلا في الاستوديو، انا مش عايزه ابين سناني. خدت كميه تنمر كبيره جدا على اسناني، فلا لا خلاص. عايزه يبقى شيلي اليوم ده اليوم ده. يشيل، ده ما يجيش. اليوم ده ما يجيش لغايه بقى لما اسناني تكبر وبتاع. قعدت فتره حبه حلوين يعني، قعدت حبه لغايه لما اسناني طلعت تاني. والله بجد كنت بيتنمروا عليا كتير قوي. ماشي. تختاري ايه تاني؟ 9 من شهر عيد ميلادي. ايه 12. اليوم المميز في حياتك؟ يوم مميز. ممكن اقول اليوم اللي اتقابلت فيه في المعهد. اشمعنى؟ عشان حاسه ان انا من ساعه اليوم ده وانا حياتي كلها اتغيرت. يعني في حاجات كتير بقى، في حياتي، في افكاري، في كل حاجه. من اليوم اللي انا دخلت فيه المعهد، اليوم اللي انا عرفت ان انا خلاص بقيت طالبه في المعهد، وانا حاجات كتير قوي خلاص. افكاري بقى وحاجات بقيت احس ان انت الموضوع بقى جد اكتر من ان هو كان بس مجرد ايه اللي اتعلمتيه في الفترة دي؟ لا، اتعلمت حاجات كتير، اتعلمت حاجات كتير بعيدا عن الدراسه. في الحياة عامة. اتعلمت ان انا عملت ان انا ابقى شخص قوي، وان مفيش حاجه تكسرني بسهوله، واني اكون شخص صابر بقى. يعني ان انا اصبر، ان انا محتاجه اصبر كتير، وان انا بجد احب كل الناس، حتى اللي ما بيحبونيش احبه واتقبله زي ما هو، من غير ما ابقى عايزه يتغير فيه اي حاجه. انت كده انا يا اتقبلك يا ما اتقبلكش. مش ان انا اجي اقول لك لا اتغير او غير حاجه في نفسك او كده، لا خالص. دي اكتر حاجه الفتره دي كنت بتعلمها يعني. بس. حلو بيكس. طريق تاني. ولازم 10. لازم. ماشي. 1. فترة كانت صعبة في حياتك. صدقني اصل انا بسيطه قوي الحياه عندي. صعبه. نقول كان فيها ضغط شوية، مش صعبة بمعنى اللي هي كانت بقى كلها مشاكل أو ف... بس كانت هي فترة أنت مضغوطة فيها.
برضه فكره نفس فتره الامتحانات بتاعه المعهد دي كانت اكتر فتره ضغطت فيها، لان هما كان 3 شهور انا ما بعملش فيهم اي حاجه غير انا بذاكر كل يوم كل يوم، لان الامتحانات عندنا مختلفه، امتحاناتنا عملي. فكان بالنسبه لي لازم ادخل باذن الله، يعني ساعتها اللي هو بس لا انا هدخل، لازم ادخل. فكانت فتره ضغط، ما كنتش باكل كويس، ما كنتش بنام كويس، ما كنتش عايزه اي حاجه غير ان انا انجح. فاول لما خلصت الفتره دي حسيت بقى ان انا بدات انام بقى واحلم، هي وفتره الثانويه العامه دي كانت اسوأ فتره برضو حياتي، ما كنتش بحب الثانويه العامه. انت كنت بتحلمي بايه وانت صغيره؟ كان نفسي اطلع دكتوره اسنان، اشمعنى؟ عشان الحادثه بتاعت السنه اللي وقعت دي وانا صغيره. فلما كنت بقى عايزه وانا صغيره ان محدش بقى، مفيش طفل يحس الحاجات اللي انا كنت بحسها دي، وانا اطلع دكتوره اسنان عشان اي حد علي جاي طفل عيل عنده جاي مشكله. طفل اسنانه فيها مشكله ببلاش، يعني اللي هو بجد. وكان عندي ده هدف بقى، اللي انا عايزه اطلع دكتوره اسنان وبتاع، بس فلقيتني بقى ايه اللي وداكي على التمثيل؟ لا اول حاجه مجموعي ما جابش ان انا ادخل اسنان، فدخلت ده قصدي مين اللي اكتشف حته التمثيل او هو انا بعمل ده من زمان، بس اهلي ممكن ما كانش عندهم حته دي بتمثل، لا هم فاهمين ان ايه، بنوته صغنونه مبسوطه بحاجاتها بتلعب بتاع. لان انا صغيره كان خيالي واسع قوي، يعني انا كطفله كان خيالي واسع قوي، بفضل اتخيل حاجات، ولدرجه ان ممكن من كتر ما انا الخيال عندي كان شغال لدرجه ان ممكن اشوفهم بالصور عاملين ازاي وشكلهم ايه وحاجات كده. بحب اقلد جدا، بحب اعمل بقى الحاجات دي وانا صغيره، فهم كانوا شايفين ان هو بتلعب، ما كانوش عندهم الوعي ان هو دي حاسه ان بتمثل. الممثل بيعتمد على خياله اكتر؟ طبعا الممثل كل ما الخيال بتاعه يبقى قوي كل ما يبقى ممثل شاطر، لازم. ده مش بيستهلك الانسان فكريا؟ طبعا بيستهلك فكريا وبدنيا، لان مجهود العقل اصعب من مجهود البدني. لان انت ممكن مجهود الجسد ده مثلا لو قمت مثلا دلوقتي روقت الشقه وعملت اوضتي مثلا هترتاح بعدين، انام برتاح، لكن العقل او الحاجات الفكريه لما تيجي تفكر كتير، مثلا تقعد تشتغل مثلا على بروجكت ساعه مثلا مش مبطل تفكير، بتطلع بعد تحس ان انت جسمك كله وجعك وجسمك كله ومهدود، بس انت مش قادر. وحتى لما تنام تحس ان انت لسه برضو ما فقتش، لا حاسس في حاجه غلط، حاسس ان انا مش حاسه مش كويس، مش نايم كويس. دي الفكره. لا متعب، يومين متعب. التفكير ساعات بيقتل البني ادم. ساعات ممكن الواحد ما يقدرش يبطل الصوت اللي في دماغه، بس انا بحس ان انت طول ما انت بتسايس مخك، طول ما هو معاك عنده هيقلبك. انا بحس ان انا بفكر وانا نايم. وانس ان انت قلت اصلا انا عايزه ابطل تفكير، مش هبطل تفكير. المخ مش بيمشي بانه ما تعملش كذا. لا لو انا قلت لك بيعند اكتر. لو قلت لك ما تفكرش في عصفوره، اشمعنى العصفور؟ المخ ما بيجيش بان انت ما بيجيش بالاوامر، اللي هو قعدت ما تفكرش في بتاع كده هتفكر، هتحس ان انت خلاص مخك هيتفرق. لكن لا طبعا لما تبقى بتسايسه اللي هو ايه، ما تعملش كده، طيب ماشي مش هنعمل كذا، اللي انت شايف. مش بجد، واللي هو فعلا وفعلا اللي هو تسايسه كده، طيب ماشي مش هفكر دلوقتي في ده، ماشي، هتلاقي بالدنيا بعدها بتبقى تمام، ابسط يعني. بس اختار ايه تاني؟ ده لسه ما خلصش. 5. ايه الحاجة اللي في شخصيتي خدتيها من الماضي ومعاك لحد دلوقتي؟ ان انا لسه شخص عندي طاقتي، عندي طاقة في الحياة، رجعت كده عايزة أعمل حاجات، وأنا كده من زمان من وأنا صغيرة طول الوقت عايزة أعمل حاجات، مش عايزة أقعد، عايزة أخلص حاجات، أروح مشاوير، أخلص ورق، أقعد أذاكر حاجات، مش عايزة أقعد. فلغاية دلوقتي أنا شخص عندي طاقة بتفركي كتير جدا، يعني القعدة دي مبهدلاني خالص، حاسة إن أنا عايزة الكرسي ده، لزقت في الكرسي عايزة أقوم مش قادرة غطسانة فيه. حرفيا. ماشي اختار لك انا رقم. ماشي، اختار لي رقم 6. ماشي. حاجة ندمتي انك عملتيها في الماضي.
حاجة ندمتي وخلاص يعني دلوقتي مثلا مش هتحصل تاني، مستحيل ان انا اعيد نفس الحاجة دي تاني دلوقتي. ماشي. انا زمان قصيت شعري جدا، كنت قصاه صغير قوي، ففضل حبه كتير قوي ما بيطولش، فكنت حاسه ان هو ليه شعري ما بيطولش. وبعدين انا اختي كان شعرها طويل، فاللي هو وهي بقى تيجي جنبي بقى بالليل بقى في المرايه اللي هو فتمام. تعمل حاجات بقى وبتاع، فتحس ان هو ليه ليه كده يعني. فانا قررت ان انا مش هقص شعري، مستحيل. استحاله خلاص، الا لو في حاله واحده بس ممكن ساعتها نفكر في الموضوع، بس غير كده لا. دلوقتي الموضة اللي طالعة اصلا البنات معظمهم دي قص الشعر، بس انا بحب الشعر. هو كل يعني كل الستايلات حلوه، وبالذات لما انت تبقى عارف الستايل اللي يليق على شكلك. بس انا مثلا بحب شعري، انا بحب اي حاجه فيا، والله مش غرور، والله مش بس انا مثلا شخص ما بحبش الالم، ما بحبش اتالم، يعني ما بحبش اكل شطه، ما بحبش الشطه. ليه؟ عشان هي بتحسسني بالم بطريقه معينه. لو بقي بيبقى وجعني وبشرب ميه ما بيروحش، فبحس ان انا بتالم. لما بتخبط مثلا ما بحبش حاجه توجعني، ما بحبش حاجه يبقى في الم في جسمي او في شكلي او في كده. فلما مثلا تحبي تريحي دماغك. لا، مش بريح دماغي خالص، بحبش احس باي احساس من الالام، مش عايزه اتالم في اي شيء، بس يعني مش عايزه. فلما كنت، الراحة بمعنى صح. ما هي الراحه دي وحشه برضو. يعني الانسان لو ارتاح دي مشكله. انا بس الفكره بقى مش بحب احس ان انا يعني مش هتخبط كده. انا ما بحبش حد مثلا يهزر معايا بهزار تقيل، مثلا هزار بالايد او ما بحبش ده. بحب مساحتي الشخصيه، بحب مساحتي ما حدش يخشها. هو ما دام في مساحه ما ينفعش، انا ما دام تتعداش ده. اه انا ما اديتلكيش ده او كده، ما ينفعش الانسان يقتحم حاجه الانسان التاني ما ادهالوش. بس ماشي. حلو جدا. 10. ايه الحاجة اللي كنت بتتمنيها ومعرفتيش تعملها لحد دلوقتي؟ ده حلم طفوله قوي. كان نفسي اطلع باليرينا، بس ما اتحققش، وساعات بزعل قوي ان انا اصلا بحب الباليه قوي، بحب اتفرج عليه، بحب قوي، بحس ان هو بتتفرج على فراشات كده على المسرح. مم. فكان نفسي قوي قوي وانا صغيره ان انا العب باليه. ما حصلش نصيب ان انا اعمل ده، بس حسيت ساعتها بس ممكن تعمليها دلوقتي. لا، بس الموضوع دلوقتي بيبقى صعب شويه وانت كبير. السن يعني. بيبقى الموضوع وانت صغير اسهل، ابسط في التمارين في الحاجات. المرونة ذات نفسها. فكان نفسي قوي اعمل ده وانا صغنونه قوي، يعني ده كان حلم من احلامي ان انا مش اقلد لهم بقى في البيت وبتاع. طلبتي من أهلك وهم حد رفض؟ مش رفض، بالعكس، مم. تقريبا انا كنت بحب الحاجه دي في خيالي. فهم ما كانوش عارفين اللي انا كنت ببقى بوريهم اعتقادا مني ان هم كده هيفهموا ويودوني بقى، بس هم كانوا شايفين ايه يا بنتي اللي انت بتعمليه ده، استهدي بالله يا ماما، امي بس امي ذاكري، عندك مذاكره وبتاع. فكان نفسي قوي 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 ابقى بلعب باليه يعني. مش كل اللي بنحلم بيه بنقدر نحققه. ده حقيقي. مش مشكله بقى، مش مشكله. ماشي، اختار لي انت معانا رقم. 4. ماشي. كمان 10 سنين مين الممثل اللي تحبي تاخدي معاه دور بطولة؟ ده كتير قوي ده. أقرب حد. لا، انا بحبهم كلهم. ماشي، هنقول الممثل اللي بالنسبة لك كده لما بتتفرجي عليه بتتوهمي كده اللي هو لا أنا عايز. يعني مثلا انا كنت نفسي جدا امثل مع استاذ محمود عبد العزيز، الله يرحمه، أرحمه. جدا. ده كان حلم من احلامي، ان انا بحبه جدا وشايفاه ممثل قدير قوي، كان نفسي قوي قوي امثل معاه. بحب عادل امام طبعا جدا. أه انا بحبهم كلهم والله، صدقني نفسي بجد اشتغل معاهم كلهم. في كتير، طب من الناس اللي موجودة حاليا؟ كتير كتير. محمد ممدوح، فراج، تحفة محمد ممدوح. جميل، احمد عز،
لا كتير. كريم عبد العزيز. لا في كتير، انا لو قعدت اعدهم مش يعني. هنخلص. كدواني، لا في كتير قوي 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 يعني. وكلهم جمال وشاطرين وبجد يعني كلنا نتعلم منهم يعني. خايفة تختاري حد لا لا خالص، لا خالص، ما بحسبهاش كده. بس فعلا انا لو جيت اصلا انا ممكن اعمل لستة كده باسامي الناس اللي انا نفسك نفسي تمثلي معاهم. امثل معاهم، اللي هو والله وفلان 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 وفلانه، عشان في فلانات كتير بقى، منى زكي ومنى شلبي وكتير كتير. فتحس ان انت طب ايه ده، الليسته دي هتخلص؟ بجد بحبهم مش كلهم. بعيد على ربنا، طبعا طول ما انت شغالة اكيد وبتجتهدي أكتر اكيد هتوصلي لده. يا رب بجد. 8 و2. 2. هل الحياة اللي انت عايشاها دلوقتي هي الحياة اللي كنت نفسك تعيشيها؟ اه هي الحياه اللي انا نفسي اعيشها، لان انا بقيت راضيه قوي. ولما تيجي تشوف النعمه اللي ربنا مديها لك في دلوقتي، بتحس ان هو ايه ده انا عندي حاجات كتير قوي. بس دايما طول الوقت تحس ان نفسك بتراودك كده، لو بس انت ما عندكش كذا عند فلان، بس انت ما عندكش لامبورجيني عند مش عارف. بس تحس ان انت، لان انا حصل حاجات مثلا كان نفسي فيها، بس لما جات لي حسيت ان هو لا، مش دي المتعه اللي انا كنت مستنياها لما تيجي. فدايما طول الوقت بتحس ان نفسك دايما بتحاول تشتتك عن النعم اللي موجوده في حياتك، فما تبقاش مبسوط. بس اول لما بتكتشف ان هو ايه ده انا عندي حاجات كتير قوي الحمد لله، كتير قوي، اهلي موجودين، عايش عيشه كويسه، بعمل حاجه بحبها، تحس ان هو انا هبقى عايز ايه اكتر من كده يعني. غير طبعا انا ببقى بجتهد وبشتغل على نفسي وحاجات كده، بس فكره انا عايز ايه أو الإنسان يشوف اللي معاه بالظبط. هيكون مرتاح أكتر ما هو يبص للي حواليه. يعني أنا دايما شايف كده إن الإنسان لو بص للنعم الكتير اللي ربنا مديها لنا، مش هنقول حاجة صغيرة، لأ كتير جدا، نعم علينا كتير جدا، هنكون مرتاحين أكتر بكتير. طبعا انت اصلا بعيدا عن النعم اللي ربنا مديها لنا اللي هي الحياتيه، في نعم انت لو فضلت تركز في نفسك كده انت قد ايه انت فكره ان انا بشوف. الانسان ممكن يسهو كده ان هو انا بشوف، لكن الانسان مثلا مش قادر يستوعب ان هو ممكن يبقى فيه انسان طول حياته مش بيشوف. مش عارف اصلا مثلا شكل مامته ايه او شكل باباه ايه. فلما تيجي بس تشوف ان انت نعمه ان انت انسان بتشوف عادي من غير ده، الحمد لله. ده انا دي نعمه اصلا لو عايزه اوفيها قدام مش هبقى عارفه، لو احس ان هو الموضوع اعمل ايه ده كتير. فطول ما الانسان شايف وراضي حياته بيبقى يكون ابسط أحسن بكتير. ابسط وبيبقى اهدى. طول ما احنا في دوامه انا عايز انا م- مش هتتبسط باللي موجود، ولما يجي اللي انت عايزه مش هتبقى مبسوط. م. لان احنا في حياه، هي الحياه دي مش كل الحاجات اللي احنا عايشين بيها دي وسيله مش غايه، بس وسيله للاشياء. انا م. ده والله انا بركب العربيه دي عشان وسيله توصلني، مش غايه انا لازم اجيب عربيه عشان ابقى عامل كذا كذا في الموضوع. م. لا الموضوع ابسط من كده بكتير. إيه الحاجة اللي نفسك فيها دلوقتي؟ دلوقتي مش الوقت الحالي ده، اجيبها يعني. حاجة نفسك فيها عامة في الفترة دي. مم. يعني نفسي اسافر عشان بقالي كذا فتره ما سافرتش، عايزه اسافر. فين؟ لا اروح بقى سويسرا ايطاليا، عايزه انطلق يعني بجد، عايزه اسافر اجازه. بس كل ما ابقى خلاص محدده ان انا يعني هعمل اجازه وهسافر، يجي لي حاجه، يعني يجي لي حاجه مش شرط شغل او كده، يجي لي حاجه في البيت مثلا، لا مش هنعرف نسافر كذا، الاقي الدراسه فتحت. فانا شخص الحمد لله بحاول على قد ما اقدر ان انا ابقى في جامعتي، مش عايزه اقول على درجه عاليه من التفوق، بس ان انا بحاول اثبت نفسي في ده يعني في جامعتي. فببقى عايزه اسافر قوي، واسافر لوحدي، اخد كده يعني شايفة إن تجربه. السفر بيجدد الروح؟ اه ومش بس بيجدد الروح، بحس ان السفر بيخليك تكتشف حاجات جديده، تروح تشوف مجتمعات جديده، تشوف ثقافات مختلفه، تكتشف ان انت مش محور الكون ولا حاجه، وان انت في بلد تانية، انت حد عادي جدا. غير معلوم، مش عادي، انت حد مش معروف. وانس انت تتخيل كده سافرت مثلا الصين، انت واحد، انت مين ده؟ انت بالعكس تكاد تكون منبوذ، اللي هو
ده انت مين ده اللي شكله غريب ده مش عارف ايه. فالانسان يبدا يدرك ان هو مش ولا محور حاجة. الكون وهو ولا حاجه، وان هو في ثقافات تانية وفي عوالم تانية وفي ايه ده الدنيا ما اقتصرتش على مصر بس اللي انا عايش فيها دي. لا في ثقافات مختلفة عننا تماما. يعني ممكن الثقافات العربية حوالينا شبهنا شوية، فمثلا لما تسافر دولة عربية ما بتحسش بالغربة قوي، بس لما تسافر مثلا دولة أوروبية هتحس بده جدا، هتحس ان هو ايه ده انا ايه المجتمع ده؟ انا ايه ايه اللي جابني هنا؟ انا اللي جابني هنا بالظبط. بس انا اخر سؤال، اوكي موقف اتعرضتي له وحسيتي فيه بالاحراج. كان في موقف. انا كنت مع واحدة صاحبتي، انا بحب صاحبتي دي جدا، فهي كانت رايحة مكان، هي رايحة تعمل مشوار في المكان ده يعني. فاحنا ركننا العربية في قدام جراج عمارة. فانا قلت لها بلاش نركن هنا عشان لو في عربية حد من سكان العمارة هيدخل. قالت لي ده هما دقيقتين وجاية. قلت لها ماشي. فانا كنت مشغلة، هي خلاص قفلت يعني بطلنا العربية وبتاع، فانا مشغلة بقى اغاني على اليوتيوب بقى وعاملة كده وعمالة اسمع اغاني. فاتاري في واحدة ورا بقالها 5 دقايق بتزمر وبتشتمني من ورا، وانا انا مش حاطه في دماغي. فمره واحده لقيت حد بيفتح الباب العربيه بكل الثقه اللي في الدنيا. فانا ساعتها ايه، صاحبه العربيه، اصل ما فيش حد هيدخل عليا الدخله دي الا لو هي صاحبه العربيه. فلقيتها فتحت الباب وبدات تشتم بكل الشتايم، وانا فضلت اللي هو مش عارف، انا فضلت بوصلها كده. انا فضلت مصدومه ومحرجه ان انا بتشتم ومش عارفه ارد. يعني انا اصلا انت ما اديتنيش فرصه ان انا استوعب طب ده. استنى رد طيب. لا وبعدين ايه، هي قالت كل، بعدين قفلت العربيه في وشي. ادور بقى العربيه مش بتدور، العربيه بطلت. فبفتح لها الازاز، لا العربيه نامت، العربيه مش بتدور. فهي بجد مش سامعه، هي على الكلاكس وعماله بقى تشتمها. ففي جه راجل من اقصى اليمين كده قال لي في ايه يا بنتي انت العربيه بتاعتك مش شغاله. فانا رحت قلت له العربيه مش عايزه تدور خلاص، هي العربيه ماتت، انا مش عارفه ايه ده ويعني ايه فراحت قالت لي، راح جه لا قلت لها لا العربيه نامت يا ست، وهي بقى ما عايزه اخش انت مش عارفه كذا كذا. فجت صاحبتي بكل هدوء جايه بجد بتتمخطر كده وماشيه تعمل في شعرها كده، كان مفيش حاجه في الحياه خالص. راحت فتحت بتدور لقيت العربيه مبطله، راحت فتحت هزت البطاريه وراحت دورت على مش. فانا ما قلتلهاش، انا مصدمه حتى ما قلتلهاش. فهي مره واحده لقيتني بعيط، فبتقول لي انت بتعيطي ليه؟ رحت قلت لها الست اللي ورا دي شتمتني وعملت كده. قالت لي انا ارجع لها. قلت لها يا ست امشي بقى، امشي بدل ما انا وانتي مشتمين، خلاص انا اتشتمت، ستي ربنا يسامحها. فضلت بقى ساعتها طول اليوم بحس ان انا محروجه وان انا اتبروزت في الشارع اللي هو بقى انا والناس. ازاي ما عقلك بقى، اللي هو انا مش ازاي ما ردتش لا كده. خالص والله، قعدت اقول جوايا يمكن هي، هي صح. لا يمكن هي كانت في حاجه مضايقاها، او يمكن هي عيانه، او هي مش كويسه، او هي تعبانه وعايزه ترجع تطلع البيت يعني حطيت لها كل البتاع. بس انا اللي ضايقني ان انا بس طب ليه اتشتمت؟ كان ممكن عادي جدا تقولي لي ده بالراحه وهحاول ادور لك العربيه. بس ساعتها حسيت ان انا موقف وحش قوي. ده حقيقي. حنين انا مبسوط قوي لا اكتر. بجد والله، انت شخصيه جميله ميرسي. و يعني جواكي طاقه حلوه قوي وانا مبسوط ربنا بجد. يخليك، انا شكرا. مبسوط. ربنا يخليك، معاك تحط ايدي على المايك.